والله العظيم صحاب المحلات هيزعلوا مني بعد ما يشوفوا الفيديو دوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على احلى مشاهدين ليا. احنا النهارده جايين نعملوا حاجة حلوة وسهلة وسريعة جدا زي ما انتوا عارفين. هنعملوا حاجة اسمها البسيمة، بنجيبوها من محلات من بره غالية. لا احنا ان شاء الله هنعملوها حاجة سهلة وهتبقى حاجة حنينة علينا. يلا يبقى نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبنا الكروانه البرتقاني بتاعتنا القمرايه. هنجيب المقادير بتاعتنا ايه هي يا مها؟ 4 كوبايات من جوز الهند زي ما انتم شايفين. ممكن يجيبوا كوبايتين جوز الهند ناعم وكوبايتين جوز الهند خشن. دي المقادير. وبعد كده معانا كوبايه من دقيق السميد وكوبايه من الدقيق الابيض زي ما انتم شايفين، ورشه ملح. ولو عايزين تحطوا رشه فانيليا مش مشكله، هتبقى برضك ايه حلو. ونقلبوا ايه المواد الجافه دي كلها في بعضها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا صلوا على الرسول افضل الصلاه والسلام. بعد كده يا ماهي عملت ايه؟ بصوا يا حبايب قلبي، جبنا انا جبت البتاع اللي قدام منكم ديت حله، كسرولة، طاسه، اي حاجه. جبت طاسه حطيت فيها كوبايه، دي الخطوه التانية. كوبايه من السكر. دي حاجه نعملوها ايه التكايه الحلوه قوي دي. بنسيبوها تتكرمل، السكر بتاعنا بيتكرمل. وبعد السكر ما بيتكرمل، اهو انا بقعد اقلب فيه بالراحه لحد ما ايه، ما نلاقي السكر الابيض القمرايه بتاعنا ده ايه بقى لونه ذهبي ذهبي. لونه بني غامق زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه وجباره جدا. بعد ما عملت كده يا ما هتعملي ايه تاني؟ هروحوا جايبين كوبايه ونص من اللبن. خلاص كده، معلش هو ممكن يكون صوتي سابق الصوره، بس ايه يعني خليكم معايا واحده واحده يعني كده. هنجيبوا كوبايه ونص من اللبن، دي المقادير بتاعتها. وهنقوم حاطينها لحد ما ايه، اهو دلوقتي اللبن اهو قدام منكم. كوبايه ونص من اللبن. طبعا بصوا زي ما انتم شايفين هي بقت كده، وبسم الله ما شاء الله حاجه تحفه وجباره. هنقلب فيها تاني، نقلب لحد ما السكر ده هيبقى مكرمش. اول ما يفك مع اللبن اهو، هنسيبه يغلي حبه لحد ما لونه ده يبقى لونه غامق. مش عايزين لون فاتح، عايزينه لونه غامق. انا مخلياه وسط، مش مخلياه لا غامق ولا فاتح. وبعد كده هنروحوا جايبين كوبايه من السمنه البلدي. اهم حاجه يا جماعه لازم تكون سمنه بلدي، مش اي نوع سمنه. يا زبده يا سمنه بلدي، بس انا افضل السمنه البلدي. او زي ما انتم شايفين سمنه بيضه جاموسي. وبعد كده هنسيبوها السكر مع اللبن مع السمنه كله يغلي مع بعضه لحد ما ايه يفك السمنه بتاعتها. زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا زيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. وكل سنه وانتم طيبين. احنا بنعمل الحكايه ديت البسيمه دي ممكن نعملوها في شهر رمضان بعد الفطار، تبقى حاجه حلوه معانا وسريعه. شوفوا زي ما انتم شايفين سيبناها لما بردت. وبعد كده هروح جايبين المواد الجافه بتاعتنا، وهروح مفضين عليها ايه السكر القمرايه يا قمرات يا حلوين يا ناس يا عسل. اتفرجوا على الحاجة دي واعملوها والله ما هتندموا. حاجة سهلة وجميلة جدا، واقسم بالله تحفة وطعمها جبار. عملناها اهو، قعدنا حطينا عليها السكر بتاعنا الشربات بتاعنا. وقعدنا ايه مش عجناها، لا شربنا المكونات الجافة بايه، بالشربات بتاعنا اللي احنا عملناه. وانا مسكت اهو دلوقتي في ايديا، اتكيت عليه كده جامد زي ما انتم شايفين لقيتها مسكت. هروح جايبه الصينيه بتاعتنا القمرايه اللي دهناها بالسمنه البلدي، وهنفضي فيها البسيمه بتاعتنا الحلوه القمرايه، وهنفردها بكف ايدينا، وهنضغط هنتنينا نضغط عليها علشان تبقى متماسكه. خلاص كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هروح اجيب السكينه وايه، اقطعها حتت. ممكن تعملوها في صينيه طويله مستطيله، او صينيه مدوره. انا بصراحه كان عندي صينيه مدوره، انما المستطيله ما كانتش متوفره عندي. ورحت جايبه السوداني، رشاه على الوش. السوداني مكسرات اللي عندكم المتوفر. انا كان عندي بصراحه ربنا سوداني. ورحت واخداها وحطها في الفرن في نار متوسطه. ورحت جايبه كوبايه من الشربات. انا ما كترتش من الشربات ده، على حسب الرغبه. اللي عايز يزود واللي مش عايز يعملها. واشوفكم في وصفه جديده من وصفات ماما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.